لكم بقى 4 وصفات سلطات تحفه. هي دي السلطه اللي هتعملوها مع مشاوي العيد السنه دي. سلطه الفراخ الاسيويه، سلطه الخيار، الله على الالوان وجمالها، حلوه قوي. سلطه لسان العصفور بتاعت السوداني مع الخس، سلطه المكسيك، سلطه لذيذه في منتهى الجمال. اهلا، ازيكم؟ الصيف هل والحر معناه ان احنا مش طايقين ناكل حاجات سخنه وعايزين ناكل حاجات طريه وبارده ولذيذه، وخصوصا السلطات. والسلطات كمان مناسبه جدا للناس اللي بيعملوا دايت. مع مطلع الصيف كلنا بنحب ان احنا ننزل وزننا كده عشان ندخل الصيف واحنا سمباتيك وحلوين. جبت لكم بقى 4 وصفات سلطات، انما ايه، تحفه، كلهم احلى من بعض، كلهم لذاذ، كلهم حلوين. وخصوصا كمان السلطات اللي تنفع وجبه واحده علشان الناس اللي تحب تاخدها معاها الشغل. تعالوا نشوف اول وصفه. اول سلطه اللي هي سلطه تنفع وجبه واحده، دي سلطه لذيذه جدا، سلطه الفراخ الاسيويه في منتهى الجمال، طعمها تحفه ومقرمشه ولطيف. كمان عندنا سلطه الخيار، ودي سلطه لذيذه قوي تنفع كسايد ديش كده لما نكون عاملين مشاوي في العيد ان شاء الله، احفظوها للعيد. السلطه الثالثه سلطه لسان العصفور، سلطه وجبه يعني كلها على بعضها كده، فليفرز اللي فيها كلها بتجمع بعضها وتبقى وجبه كده وناكلها على البحر ان شاء الله. سلطه المكرونه المكسيكي، سلطه لذيذه جدا جدا وتنفع كمان لما نيجي نحب نحطها في عزومات عيد الميلاد او عزومات الصيف ومشاوي الصيف. تعالوا نشوف عملناهم ازاي. صدر فراخ مسلوق، كابوتشا، جزر، فلفل اخضر، فلفل احمر، بصله حمراء، فص ثوم، كزبره خضراء وبقدونس، فول سوداني. هننزل صدر الفراخ المسلوق، وممكن تبقى فراخ مشويه بواقي في التلاجة عندنا كده اهو. هنبشر الجزره، هنقطع الفلفل جوليان، لازم نشيل الحته البيضه اللي من جوه والبذر كويس قوي. ادي الفلفلايه الخضراء، وواحده حمراء بنفس الطريقه، نص بصلايه حمراء جوليان برضو. هنفرم الكزبره. دايما لما بنيجي نقطع الخضار زي البقدونس والكزبره بنساوي كل الطروف بتاعته ونبتدي نقطع بالشكل ده، نستخدم السكينه زي الايه المخرطه بالشكل ده كده، واطلع وانزل عليها، اطلع وانزل عليها. وطبعا خلي بالي من صوابعي، لازم صوابعي تبقى راجعه لورا بالشكل ده. ادي الكزبره وحبه بقدونس زيها. يلا نفرم الكابوتشا. اختاروا دايما الكابوتشا الصبحه اللي تسمعوا صوت القرمشه كده. اول حاجه نضيف الخس، هنحط الفراخ، الجزر، الفلفل الاخضر، الفلفل الاحمر، البصل، الكزبره، البقدونس، فص الثوم اخر حاجه. تعالوا نعمل دريسنج. معلقه زبده فول سوداني، معلقه صويا صوص، معلقه خل، نص معلقه سكر، معلقه ملح صغيره، عصير ليمونه، اخر حاجه شويه زيت، سواء زيت سمسم او اي زيت نباتي. نخلط كويس. نحط الدريسنج على السلطه، نقلب السلطه. الله على الالوان وجمالها، الله على القرمشه. متخيلين كم الحاجات الحلوه والمغذيه اللي في السلطه دي؟ اخر حاجه الفول السوداني المحمص المقرمش. مش قادره استنى ولازم ادوق عشان اقول لكم طعمها ايه. واو، لا كل ما اضغط بطعم جديد بتلاقيه هل في البق كده، قرمشه بتاعت السوداني مع الخس مع طعم الكزبره اللي جاي كده يلطف الاجواء، والفراخ والجزر. لا لا بجد سلطه هايله هايله. وعلى فكره اللي هيقول لي ما بحبش البينات باتر او ما بحبش الدريسنج بالبينات باتر، مش باين خالص خالص. الخل والليمون والزيت قضوا على طعم البينات باتر خالص، بقت بالعكس، بقت صوص لذيذ جدا جدا. انصحكم تجربوا السلطه دي، هتعجبكم قوي، خصوصا اللي بيعملوا دايت. كده خلصنا السلطه دي، نروح ناكلها في الخباثه كده وفي الكواليس، ونحضر بقى مقادير السلطه الثانيه، سلطه الخيار. خيار متقطع شرايح رفيعه، ذره حلوه، بصله حمراء جوليان، بقدونس، نعناع. يلا بقى نحط الحاجات كلها مع بعضها، مفيش اسهل من كده. وادي الذره، ما تنسوش الذره لازم تتغسل كويس بعد ما تطلع من الكان عشان المواد الحافظه. البصله، البقدونس. تعالوا نعمل الدريسنج. زبادي، معلقه عسل، عصير ليمونتين، معلقه ملح صغيره، شويه شطه،
قلب قلب قلب. كام ورقة نعناع هنفرمهم هنا كده. يلا نحط بقى الدريسنج الفظيع ده اللي ريحته تفتح النفس على الخيار وبقية المكونات. هنقلب نغرف. بصوا بقى الجمال، بصوا بقى دي بقى سلطة الخيار بالزبادي الجديدة بقى. سيبكم من اللي فات كله، ودي اللي هتعتمدوها مع المشاوي ان شاء الله. سلطة الخيار والزبادي دي هي دي السلطة اللي هتعتمدوها في مشاوي الصيف. ندوق. الله على الطازجة، الله على القرمشة، الله على طعم النعناع. تحفة تحفة تحفة. هي دي السلطة اللي هتعملوها مع مشاوي العيد السنة دي. احط دي في التلاجة وهحضر بقى سلطة لسان العصفور. لسان عصفور مسلوق، طماطم شيري، زيتون اسود، جبنة فتة، بصل اخضر، خيار متقطع، نعناع، بقدونس. هنعمل الدريسنج الاول. عندنا خل تفاح، عندنا ملح، نص معلقة سكر، زيت زيتون، شوية بقدونس، كام ورقة نعناع نفرمهم. لو مفيش نعناع اخضر نقدر نستعمل نعناع ناشف، بس بقى اقل من الكمية دي. قلب قلب قلب. في التتبيلة دي هننقع الجبنة الفتة، الطماطم الشيري، والزيتون قد ما ربنا يقدرنا. ساعة، ساعتين، نص يوم في التلاجة، مش هيجرى لها اي حاجة. لما نيجي نبتدي نعمل السلطة هنسلق لسان العصفور وهنضيفه، ونحط الخيار المتقطع مكعبات والبصل الاخضر. قلب 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 بقى المكونات الحلوة الجميلة دي. اخر حاجة عصرة ليمونة كده قبل التقديم. سلطة لسان العصفور دي بقى سلطة لذيذة جدا، برضو عبارة عن وجبة واحدة في طبق سلطة، وتنفع جدا جدا في العزومات، وتنفع قوي لما نكون رايحين عند حد واخدين معانا أكلة معانا. سلطة لذيذة في منتهى الجمال. تعالوا ندوق. هايلة هايلة هايلة، سلطة في منتهى الجمال بجد. افتكروا بس ان انتوا تنقعوا الطماطم والجبنة في زيت الزيتون والدريسنج قبل ما تحطوا عليها لسان العصفور، هتطلع خطيرة. هاخد انا بقى دي اتسلى عليها واحضر لكم بقى مقادير السلطه الجايه. السلطه المكسيكي: مكرونه مسلوقه، فاصوليا حمراء، ذره، كرنب احمر، طماطم شيري، فلفل احمر، بصل، مخلل، كزبره خضراء. هنحط المكرونه، الكرنب، الفاصوليا الحمراء، الذره، طماطم الشيري، فلفل الاحمر، البصل مخلل، ممكن يبقى فلفل مخلل كمان مش خيار، او زيتون اخضر، والكزبره. الدريسنج: مايونيز، مستردة، خل، ملح، حبه سكر صغيرين. قلب قلب قلب. هتقولوا لي ان سلطات المكسيكي مفيهاش مايونيز، معلش دي افتكاسه انا مني شويه. نص ليمونه وزيت زيتون. نقلب واحنا بننزله شويه شويه. بصوا قوام الدريسنج. نصب الدريسنج على السلطه، نقلب. بصوا الالوان وجمالها. نغرف السلطه. السلطه دي مش ناقصها مثلا عشان تبقى وجبه متكامله غير شويه بروتين، واحلى حاجه مع السلطه دي تبقى حبه جمبري. يا سلام بقى، شويه جمبري كده مخليين ومسلوقين كده اهو على الوش، طبق متكامل. لو عندنا تورتيه مقرمشه ممكن نحطها على الوش، بس انا ما عنديش، فممكن جدا نحط عيش محمص عادي جدا زي اللي بنحطه في الفتوش، مش هيقول لا خالص خالص. تعالوا بقى ندوق السلطه اللذيذه دي. الله الله، حلوه قوي. دي احسن وصفه تاخدوها معاكم وانتوا رايحين عند حد، معزومين على ديش بارتي ولا عندكم حفله مشاوي علشان العيد ان شاء الله. وصفه لذيذه جدا جدا. اتمنى كل الوصفات بتاعت السلطات النهارده تعجبكم، وانتوا تكتبوا لي في التعليقات اكتر واحده عجبتكم ايه. يلا اشوفكم الحلقه الجايه. نروح الحق بقى السلطات عشان ورا الكواليس بيتسلوا عليها.